السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من شارع بورسعيد، تحديدا من العقار رقم 72 بشارع بورسعيد. امبارح بالليل يا جماعة عقار مكون من 4 طوابق وقع، بس الحمد لله ما كانش في حد في المبنى. ما احنا شايفين العقار وقع بالكامل أو 3/4 وقع. دلوقتي عمليات الإزالة وعمليات رفع الأنقاض في الشارع، بس الدنيا متبهدلة خالص. العقار وقع بالكامل. هو عمارة كانت قديمة مكونة من 4 طوابق، فئة الأوناش والبتاع اللي بيهد دوت بيهدوا بقية العمارة عشان متقعش على الناس. في عربيات بيشيل الردم والخشب والحديد. بص العقار بقى كوم تراب، ما بقاش فيه أي حاجة فاضلة. ربنا يستر يا رب. الحمد لله إن ما كانش في حد في العقار. هو العقار ده كان جاي له قرار إزالة، بس تقريبا صاحب العقار ما نفذش الإزالة والهدم أو التنكيس. الأوناش بتهد، وبيشيلوا الخشب وبيشيلوا الحديد وبيشيلوا الشبابيك. كل حاجة موجودة بتشيل عشان يبدأ ما يأثرش على البيوت اللي حواليه. ربنا يستر يا رب وما يحصلش حاجة وما يكونش البيوت اللي جنبي اتأثرت. هنا في شارع بورسعيد رقم 72، عقار مكون من 4 طوابق. الحمد لله ما كانش في حد جوه في العقار. ربنا يستر يا رب. وشايف برضو لسه جاي آلات جاية تانية. بصوا في عاملين حواجز على الشارع عشان ما حدش يتصاب. ربنا يستر. في حاجات في الشارع عاملين المرور عامل حواجز عشان الطريق مقفول كده. شارع بورسعيد مقفول بعد دوران كمبيوتر على طول. بصوا جايبين برضو آلات جاية كتير عشان الهدد وسرعة الهد عشان الشهادة حيوي. لما بيتقفل طبعا بمشكلة جدا هو يتقفل يعني. يا رب دايما بخير يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. والسلام